طالب تالتة ثانوي أزهر، بإذن الله مش هتنقص ولا درجة في الأحياء. كمل الآخر وافهم عشان مستقبلك. دايما تلاقي اغلب طلاب الازهر عندهم مشاكل في الاحياء. المشكله تكمن في ايه؟ ان طلاب الازهر نوعين. النوع الاول بيحب الفهم والرياضه والتفكير فبيستصعب الاحياء لانها عباره عن معلومات كتيره، والنوع التاني بيحب الحفظ والبصمجه شويه فبيقع في نوعيه الاسئله الجديده الاخطر والتريكات. وكلاهم بيبذل مجهود مضاعف في ال 30 درجه المقالي وبيقعوا فيهم في اخر السنه لانهم للاسف بياخدوا مع مدرسين عام افاضل طريقه سردهم للمعلومه مش مناسبه لطلاب الازهر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا طيبين دكاترة مهندسين طلابنا او حبايبي الازهريين دفعة 2026؟ والله جنة. الله اكبر عليك! ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ اعتبر المادة ازهر في جيبك، مش مطلوب منك غير انك تعمل المطلوب وتسمع اللي هقولك عليه واحدة واحدة بعد ما تبقى معانا ان شاء الله. أنا مهتم جدا بإن كل طالب معايا يوصل لحلمه حتى لو معايا 5 طلاب بس، لأن دي مهمتي معاه، ولأن أنا تخصصت في كلية علوم في علم البيولوجي وبحب الأحياء جدا. لازم أنت كمان تحبها وتتقنها. ما هو معلش لو ما حبيتش الأحياء يبقى في مشكلة. ما حبيتش الأحياء هتحب إيه؟ رياضة؟ وباذن الله في نظام شرحنا هنجمع بين حته الفهم والحفظ. الفهم ازاي؟ هنحاول نبسط لك المحاضرات بشكل جميل خالص وهنعملها لك في باوربوينت بسيط ويسهل عليك فهم الماده. مش بس كده، هتطلع حافظ المحاضره من تكرار التكرار واعاده الاعاده. مدرسك وحبيبك كان ازهري زيك ومجمع لك كل اسئله السنوات السابقه في PDF على كل باب لوحده. واعمل حسابك يا حبيب قلبي ان يكون عندك امتحانات بشكل اسبوعي بعد كل محاضره، ويكون عندك واجبات ملزم تحلها، ويكون عندك متابعه وتيم من نار عشان احيانا بيحصل استعباط السنه دي مش عارف ليه. عندك امتحانات شفويه تقيمك بشكل نهائي في اخر الكورس، ويكون عندك امتحانات الكترونيه، امتحان الكتروني مكون من 100 سؤال عشان تقدر تتدرب اكتر على اختر. وهيكون عندك كمان جروب للرد على الاسئله العلميه بشكل منظم ومواعيد منظمه. هنعمل لك باذن الله تلخيصات رايقه وخرائط ذهنيه. اخيرا واخيرا هنحل كتب ايه؟ بالنسبه لحل الكتب، حل الكتب باذن الله نحل كتاب الذهبي كاملا لانه كتاب مهم ومعمول بنفس طريقه امتحانك اخر السنه فلازم نحله كاملا. اما كتاب المرشد ففي افكار مهمه هناخده منها ونحلها. كتاب التفوق بتاع العام ايوه هنحل فيه بعض الافكار اللي انا هختارها واحددها لك هنحلها، وده ليه اسباب هقولها لك بعدين. اخيرا النظام كامل متوضح في كورس تجريبي لشرح الكورس الحقيقي في اللينك اللي هسيبه لك تليجرام في البوست ده. بدايه المحاضرات باذن الله تكون 1/8. الحجز بدأ من دلوقتي ايوه، ولكن المحاضرات تكون بدايه من 1/8. تواصل مع التيم على الرقم ده واعرف كل التفاصيل اللي انت محتاج تستفسر عنها. وبس كده، بالتوفيق يا دكاتره، سلام عليكم.